عندك كام سنة؟ 30؟ 40؟ طب أخبار ظهرك وركبك إيه؟ بينقحوا عليك مش كده؟ معلش، كلنا ده كأننا عربيات قديمة ماشية من غير زيت. السؤال هنا بقى، اشمعنى احنا وسط كل الحيوانات اللي حالنا يصعب على الكافر كده؟ تعال نتفزلك واحكي لك. علشان نوصل لإجابة خلينا أعرفك في الأول على الأنيسة لوسي، حفرية قديمة عمرها 3 مليون سنة، لقوها من 40 سنة بس في أفريقيا. لوسي حلقة وصل بيننا وبين القرود، بتمشي بس مش بشياكة ورشاقة حضرتك، لأن رقبتها وظهرها كانوا شبه القرود. رقبتها واصلة براسها من الآخر وظهرها من غير كربات، وعصعوصها لافف لجوه. أيوة، زي ما فهمت بالظبط. التغيير والتطور اللي حصل فينا مش قليل، ومش ظهرنا ورقبتنا بس اللي اتطوروا، ده من راسنا لطراطيف صوابعنا عشان نعرف نقوم على حيلنا ونمشي كويس. بس للأسف فاتورة التغيير جات لنا متأخرة، والوجع لحد دلوقتي بنقسطه كل يوم في العيادات. الطبيعي ان التطور شغال لمصلحتنا، طفرات تحصل في جيناتنا بصفات جديدة، والاختيار الطبيعي بعد كده يحدد اذا كانت الصفات الجديدة دي هتستمر وتبقى صفة اساسية ولا لا. صفة لطيفة وليها لازمة يبقى حضرتك هتعيش لحد ما تنقلها لعيالك وتقرفنا بيها. تشوه او صفة ملهاش اي 30 لازمة يبقى حضرتك هتموت بدري ومش هتلاقي كلبة تتجوزك وخلصنا. اللي احنا متفقين عليه ان التغيير المرة دي ما كانش عشان نعيش. ما القرود والحمير لا مؤاخذة عايشين وسطينا، امال وقفتنا ليه؟ من وجهة نظر التطور المرة دي احنا اتطورنا عشان نسيطر على النظام البيئي. لوسي كان عندها الشغف بس يا دوب كانت في اول الرحلة. الوقفة اللي انت شايفها بسيطة دلوقتي دي، تاريخ الحفريات في لوسي وغيرها بيقول انها ما كانتش بالساهل، والتطور شيء فيها بجد. ما هو عشان تتطور من قرد بيتنطط من شجرة لشجرة لواحد اللهم صل على النبي طول بعرض ماشي على رجليه، كان لازم كل حاجة في سعادتك تتغير، من اول رقبتك وانت نازل لحد طراطيف صوابعك. احنا اتغيرنا قوي يا لينا. ظهرنا دلوقتي بقى فيه كيرفين، واحد عند صدرك والتاني تحت عند الفقرات القطنية، عشان نعرف نمشي كويس ونرقص. الكيرفات دي كان تمنها غالي قوي ولسه بندفعه لحد دلوقتي بمشاكل الفقرات والانزلاقات اللي ما بتخلص. ظهرنا فيه 33 فقرة، وكل فقرة بينها وبين اختها ديسك عشان يسهل حركتها. الديسكات دي بقى بتتاكل مع الوقت، وممكن لو اتاكلت تتحرك من مكانها وتنزلق. ساعتها هتضغط على الاعصاب اللي جنبها وتعملك وجع في ظهرك ورجلك، يخليك ماشي مايل زي برج بيزا يا باشا. ده غير ان فقراتنا وحوضنا بقوا اكبر من القرود عشان التوازن، بس بنفس كمية العظم، يعني اضعف. عشان كده بنتكسر مع السن. حوض الستات نفسه مش بس بقى اكبر، لا كمان اتغير عشان تقدر تولد. والاطفال عندنا حجمهم كبير اصلا لو قارناها بالنسبة لحجم الام. العادي في الغوريلا والشمبانزي ان القرد بيبقى 3% من حجم الام، بس عندنا احنا الضعف 6%. وراس الطفل عندنا اكبر من اي حيوان تاني. عشان الطفل ده يتولد كان لازم حوض الست يبقى اعرض واعمق، ولان قناة الولادة عند الست مختلفة وبتضيق في الاخر، فعشان الطفل اللي بالحجم الكبير ده يخرج لازم يعمل حركة بهلوانية ويلف 90 درجة عشان يخرج. ومن هنا بقى في داية بتولد، وده خلانا اتعلمنا نساعد بعض عشان نعيش. مخنا كمان حجمه كبر 3 مرات، وده غير شكل وشنا وراسنا وساب مساحة أصغر لسناننا، جت على حساب دروس العقل اللي بقت ضيوف ملهاش لازمة. أخيرا قدم رجلك يا حلو، سيبك من ريحته وخلينا في شكله اللي اتطور عشان يكمل منظومة التوازن، من قدم شجرية تمسك بيها في الشجر لشكلها دلوقتي بالقرش اللي زي السوستة فيها عشان تشيل وزن جسمك وتمتص الصدمات. بس للأسف التطور نسي يبلغنا ان الشكل الجديد ده بيبوظ بسرعة. بيبوظ ازاي؟ ال26 عظمة اللي موجودين في كل قدم عندك بقوا مربوطين ببعض بعضلات وأربطة قوية ما كانتش موجودة عند القرود. بس الحل ده مش عملي ومشاكله كتير، وخصوصا ان في أربطة كومن جدا عندنا انها تتقطع، وخصوصا الرباط اللي بيمسك العظم مع الانكل، الانتيريور تابيفيبيلر، اللي بيتقطع لما رجليك بتتلوي. القرود ما عندهاش الرباط ده، احنا بس اللي شايلين الهم. وبيني وبينكو مشاكل تمزق الأربطة والفلات فوت أصلا كلها جديدة علينا. الجزم الحلوة المريحة اللي بنلبسها دلوقتي هي السبب. والله الجزمة اللي انت لابسها بنعلها المريح اللي اتطور من جلد المطاط لحد ما وصلنا دلوقتي لوسادات هوائية بتضعف عضلات القدم. ومع الوقت القرش او السوستة اللي موجودة في رجلك بتنهار لانها ما بقتش مستحملة وزنك، ويجيلك فلات فوت يطلع سعادتك من الجيش. الموضوع وصل ان في ناس دلوقتي بتتولد بفلات فوت، يعني قدم رجلها عمره ما عمل قرش اصلا. احنا لسه يا باشا بنتطور. ده يخلينا نقول ان الوجع اللي احنا فيه ده كله، من مفاصل لوجع ظهر لمشاكل سنان لكسور لمزق، بسبب التطور.
بس اشمعنى المرة دي التطور خيشت منه؟ التطور المرة دي ما اشتغلش على نظافة، مش مهندس ديكور هو بيهد ويبني. التطور اشتغل المرة دي باللي في ايده ورقع عليه، عد القرد بيتنطط من شجرة لشجرة لواحد ماشي على الأرض. بس التعديل ده خلاك ركبت المنظومة البيئية كلها بإيديك اللي عارف تستخدمها، ومخك اللي خلاك أقوى مخلوق على الأرض. فمعلش استحمل شوية وجع، ولو مش قادر خد مسكنات، ده احنا متطورين قوي.